هل اقترب عرس يافوز من ليلى؟ وكيف سيكشف خليل إبراهيم الشبكة الإجرامية الموجودة خلف يلماز؟ وماذا سيفعل رشيد للانتقام لأبنائه؟ وهل سيستمر فكرة في تعاونه مع خليل إبراهيم؟ هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في مقطعنا هذا. مرحبا بكم في قناة ليل. بداية أشكركم على الدعم، فحقا إعجاباتكم جد محفزة لنا للاستمرار. الآن هيا بنا لنفك الشراع، وكالعادة لا ننسى الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. لقد اقتربت خيوط يلماز مارتان من الانكشاف، فهي ليست إلا مسألة وقت وسيكشف خليل إبراهيم كل أوراقه، خاصة بعد أن تأكد أنه ليس إلا بيدق خادم للشبكة، وغالبا سيكون لوالده أي والد يلماز مارتان وأخ نديمة شأن كبير في هذه المنظمة، ولا بد أن خليل إبراهيم سيقوم بوضع خطة لاكتشاف ذلك. أما بشأن رشيد فلا بد أنه سيسعى للانتقام من رضوان ليطو، ولقد اتضح أنه بدأ ذلك حقا بتعاونه مع يلماز، ولا نستبعد أن يلتجئ إلى الاتفاق مع خليل إبراهيم أيضا، لكنه لن يقوم بشيء حاليا، خاصة أن فكرة لابد أنه سيفضح أن تامر هو من قام بقتل الإخوة، وبذلك سيخمد غضبه ولو قليلا تجاه رضوان ليطو. أما فكرة فتعاونه مع خليل إبراهيم فقد بدأ فعلا ولن يتوقف بعد الآن، رغم عدم الرضا الذي يخيم على الجميع، لا سيما أن فكرة هو قائد الجماعة، وكيف سيرضى الجميع أن يقودهم رجل يتخذ من عدوهم صديقا وحليفا له؟ إلا أنه لم يعر اهتماما لعدم الرضا ذلك. أما عرس يافوز من ابنة آسيا فهو على الأبواب، وإن لم يكن في حلقة الغد فسيكون في الحلقة التي بعدها، خاصة وقد ظهرت صورة أو مجموعة من الصور من الكواليس يظهر فيها الجميع بملابس حفلة، وغالبا الحفلة هي الزفاف. أما أمر هل سيمنع خليل إبراهيم ذلك فليلى أصبحت راضية بقدرها، وقد تتزوج هي الأخرى من يافوز فقط للانتقام من أخيها الذي قتل حبيبها. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية المقطع. كالعادة لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالمقطع، فذلك حقا دعم لنا أكثر مما تتصورون. نهاية المقطع، إلى اللقاء.